مايكل بادر بيقول من خلال جلساته مع الرجالة دايما عالم الرجل الداخلي النفسي أو الانر وورلد فيه جزء من الوحدة أو الإرهاق عشان يقدر يوفي لمطلوب منه لإثبات رجولته في المجتمع. وورا كل راجل بيحاول يظهر كبطل إنسان ضعيف مرهق من عدم القدرة على التعبير على مشاعره، سواء الخوف أو الضعف أو الحزن أو البكاء. مش تخصصي التربية، ولكن بربط ده بالشكاوى اللي الستات بتبدأ تقولها في الجواز: جوزي مش عاطفي، جوزي مش رومانسي، جوزي ما بيقوليش كلام حلو. محتاجين نفهم مع بعض إن جوزك وهو بيتجوز داخل بتقيلة المجتمع غريزة جواه، ومش هتتحل غير لو انتي ابتديتي مع الوقت تشعريه إنه عادي إنه يضعف، وعادي إنه يخاف، وعادي إنه يجي يبكي في حضنك من غير ما ينتقص ده منه أي شيء. بسمع ستات كتير بتقعد تقول يا ريتني كنت راجل وعندهم حرية والمجتمع مديلهم حرية، بس الحقيقة احنا كمان المجتمع مديلنا حرية ان احنا نعبر عن مشاعرنا. عندنا حرية نبكي ونخاف ونضعف ونعيط، لكن هو ما عندوش. فرفقا بالرجل، لأن العالم الداخلي بتاعه أو الانر وورلد أصعب وأعقد مما نتخيل بكتير كستات.